كنت بخاف أخرج بره النمط العادي، كنت تعبانة نفسيا ومش قادرة أشوف أي تغيير في حياتي. كنت بروح أقعد على المكتب عشان أبدأ يوم جديد، أقعد أذاكر وأحاول وأشوف أكتشف إن أنا لازم أعمل إنجاز النهاردة، لازم أعمل تقدم في حياتي. بس كنت بفضل أحس برضو إن كل شيء ثابت في مكانه، كنتش بقدر إن أنا أبدأ بداية جديدة فعلا ومحسش بتغيير خالص. كل مرة بحاول مش بحس بأي تقدم، وفجأة قررت لازم أقول لأ لخوفي وكل حاجز جوايا بيمنعني إن أنا أبدأ حياة جديدة خارج النمط الطبيعي، لأن كنت طبعا خايفة من كلام الناس. ولكن قلت لأ، لازم أكسر كل الحواجز. أول حاجة فكرت فيها هي السفر، لأني بحب السفر من زمان قوي. قررت أعمل شركة سياحة، بدأت أعمل فيديوهات بسيطة أوصل من خلالها خدماتي، تنظيم الرحلات وحجز الفنادق ومناسبات على البحر وكل حاجة خاصة بندى ترافلينج بيج. ونظمت رحلات كتير قوي لمنيا وبورسعيد واسكندرية. طبعا مفيش حاجة من غير مشاكل وصعوبات، اتعلمت كتير قوي وحبيت قوي صناعة المحتوى والفيديوهات والتصوير والمونتاج وتظبيط الإضاءة. بس تعبت قوي عشان أوصل لحاجة حلوة تعجب الجمهور والمتابعين وتاخد فايرال ومشاهدة حلوة قوي على اليوتيوب وجميع المنصات. بس كان لازم أحاول تاني وأصلي وأشكر ربنا على كل اللي أنا مريت بيه، سواء من رحلات أو من صناعة المحتوى. أنا ذاكرت كتير قوي كورسات ومعلومات وحاجات من اليوتيوب، كل حاجة عملتها ما كانتش سهلة بس مستاهلة التعب. عشان كده تابعوني في السنة الجديدة 2026. كل سنة وانتم طيبين، متنسوش تعملوا اشتراك للقناة وتفعلوا الجرس.